السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم المحبوبة والجميلة واللي كلها معلومات، قناة يوميات عماد وداليا والمجالس الطبية. النهاردة أنا مش داخل أديكم نصايح، لا، أنا عايز البوست دوت ينتشر على مستوى كل الجروبات، لأن في كلام لصالح إخواتنا المعوقين واللي أنا منهم على فكرة. تمام. أولا انا عايز يعني الكلام ده موجه لاي مسؤول. انت سعادتك النهارده المعاق ده بتديله عربيه ليه؟ اولا انت بتديله عربيه لان هو عنده اعاقه، فعنده اعاقه يعني ما بيعرفش يتحرك براحته ولا يتعامل براحته. تمام. ما بيقدرش يمشي زي اي بني ادم عادي. مظبوط. طيب انت النهارده الشخص دوت لما انت تيجي النهارده لا مؤاخذه تقول له لا انت مالكش عربيه، طيب الشخص ده يتحرك ازاي؟ طبعا مش عارف يتحرك. تمام. اذا فالنهارده العربيه ديت ما بقتش رفاهيه بالنسبه للمعاق، لا دي بقت اساسيه، لان هي اللي بتحركه، بيروح ويجي بيها ويشوف مصالحه ويشوف شغله ويشوف حاله. تمام. طيب انت النهارده يعني بت يعني هنقول ايه؟ انت يعني في ناس شكلها الظاهر شبه عادي، لكن هو داخليا مكسر ومفصص ومش نافع ببصله. ماشي. طيب الشخص دوت انت النهارده يعني انت بتتعامل معاه، انت عايزه يبقى مكسح تماما، ولا عارف يتنفس ولا يمشي ولا يقعد ولا يقوم ولا يعمل اي حاجه في اي حته. طيب ده يحصل ازاي؟ ما انت النهارده عندك شخص ممكن يبقى عنده اعاقه في طرف، اوكي، او عنده مثلا شلل اطفال، انت شايف ان هو بسيط، لا بس كان هو مش بسيط اصلا، لان اللي عنده شلل في طرف دوت حتى لو هو مثلا بيمشي يزك، لازم برضه تبقى عارف ان دوت بيمشي يتعذب، مش ماشي كده لا. انت عليك طالما شايف الشخص ماشي قدامك بدون عامل مساعد بتسقطه. طب ليه؟ انا بتجيلي حالات والله الشخص بيبقى ماشي، ماشي على رجليه، حلو كلام، بيزك، الزكه ديت له حد في حد ذاتها بتوجع ظهره، يعني انت شايفه بيمشي قدامك خطوتين، لكن جربه كده في مسافه طويله لا مش هيعرف يمشي. فيا ريت تراعي المعاقين شويه. الحاجه التانيه دلوقتي انت حضرتك يعني بتبتدي تعاقب المعاقين اللي بيبيعوا جواباتهم. تمام. اولا يعني انا معاك ان هو بيع الجوابات غلط، لكن دلوقتي انت سعادتك انت بتعاقبه. طب ما انت حضرتك معلش لما تركز شويه كده بعد اذنك، يعني هتلاقي ان الشخص اللي بيبيع جوابه دوت مش بيبيعه منظره، لا ده بيبيعه لان هو اصلا مش لاقي ياكل، عايز يجيب اي دخل. طب هيجيب منين؟ الله. هو لا حضرتك لو الشخص المعاق دوت طلع جوابه دوت هو لو معاه فلوس ماشي والدنيا زي الفل، لا مش هيبيع جوابه، هينزل نفسه ويجيب عربيه ترحمني من البهدله بتاعت المواصلات. فيا ريت يا ريت كلنا كاخوات معاقين مع بعض، الفيديو دوت لازم ينتشر عشان صوتنا يوصل للمسؤولين يا جماعه. لكن اللي احنا بنشوفه النهارده دوت والله العظيم بجد بهدله. يعني قبل كده لما مثلا حاله انا شفتها بعيني، الحاله دي كف ايديها ده اهو فعلا مش شغال اصلا، مش شغال خالص، اعمل كده يرد معاك كده، مفيش قبضه، مفيش. يقوم الدكتور يقول له ارفع ايديك، الراجل رفع ايديه ها على قد ما يقدر، ارفعها اكتر، وحتى حضرتك لو رفعها خالص طب ما الكف اصلا مش شغال، تقول لي هات لي اشاعات وهات لي حاجات تانية طب ما انت سعادتك انت شايفه قدامك يا سعاده الريس، انت حضرتك دكتور شايفه قدامك. طيب يعني مش محتاجه ان احنا نعمل اي حاجه. انت لو شاكك ان هو في عصب، اوكي، شكه، ها، ولا في عصب هيحس، ولو حس خلاص انت براحتك، خليه يعمل اللي انت عايزه. فيعني بعد اذنكم يعني نراعي الحاجات دي شويه. الحاجه التانيه برضه اللي احنا عايزين برضه نراعيها بالنسبه للمعاقين، في شخص عنده اعاقه، ماشي، اعاقه شديده. تمام. لان طبعا الاعاقات الشديده في منها نوع ممكن يقوم بنفسه، وفي منها نوع لازم سائق مرافق. تمام. طيب.
دلوقتي على كده جات لي اعاقه بتاعت شخص ما، ماشي، الشخص دوت اعاقته تستحق سياره ويقود بنفسه، بس هو معهوش مؤهل دراسي، خلاص طلعوا له بمرافق عشان عدم وجود مؤهل دراسي. وبعدين برضه حضرتك دوت برضه يا ريت يتضاف لما شخص يجي يحجز في المجالس الطبيه، تمام، السؤال دوت لازم يبقى موجود من ضمن بنود الحجز، هل معاك مؤهل دراسي ولا لا؟ بس كده. حضرتك هو كاتب معاه مؤهل دراسي، اديله زي ما انت عايز بمرافق بقى على حسب ما انت شايف، او يقود بنفسه على حسب ما انت شايف، لكن معهوش مؤهل دراسي سواء يقود بنفسه او بمرافق، لا يا ريت برضه ياخد بمرافق. لان انت كتر خير حضرتك طلعت له الجواب، بس هو مش عارف يرخص عشان مفيش مؤهل دراسي. فيا ريت يعني نرى اخواتنا ظلمهم شويه ونراعي ظروفهم شويه. والله العظيم اقسم بالله ما في حد باع جوابه عشان تكونوا عارفين ومعاه فلوس. انا في ناس بشوفها بتبيع جوابات عشان عايزه تجوز عيالها. طب لحد امتى الكلام ده؟ الحاجه التانيه يا حكومه والله العظيم بتكلم بجد اقسم بالله، المعاق ده شخص غير سوي حركيا، شخص غير سوي حركيا. طيب ده ازاي هيشتغل فترتين في اليوم عشان يعرف يكفي بيته؟ مش هيعرف، ده كبير قوي ساعتين تلاته وبيهنج حتى لو قاعد. اخواتي ذو الهمم، الفيديو ده عايزه ينتشر عشان عايزين الناس تشوف مطالبنا ايه واحنا محتاجين ايه. اوكي؟ وكلامي انا مش بشجع بيع الجوابات، لكن انا باكد ان اي شخص بيبيع جوابه تاكد ان هو محتاج، مش بيبيع رفاهيه، محتاج او عنده حد عايز يجوزه او عنده ابن عايز يعمل له عمليه، فراعوا المعاقين شويه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.